احنا النهارده معانا واحده من احسن العناصر في تاريخ مصر، كابتن رانيا علواني. وانا النهارده معايا كابتنين مش كابتن واحد. ده شرف لينا ان حضرتك جيت. احنا عايزين نعمل الحلقه دي من بدري. يعني شفت حلقات كتيره من الحاجات اللي عملتوها قبل كده، فكنت بغير شويه، قلت امتى هيجيبوني. انت لعبتي 3 اولمبيكس. انا قلت 92 14 سنة ازاي جت؟ لا ده اكيد هو قصده من 96 بقى اللي هو انتوا مذاكرين بقى اه وانا جايه ابيض معرفش هتقولوا ايه. اول واصغر سباحه مصريه. رحت الاولمبيك جيمز وانا عندي 14 سنه، مجلس اداره الاهلي، قعدت فيه كتير. 3 في 4 12 سنه. احنا النهارده معانا واحده من احسن العناصر في تاريخ مصر، سواء على المستوى الاداري او على المستوى الرياضي، كابتن رانيا علواني. اهلا بيك يا نورتينا صافي. وشكرا قوي انك جيتي. وانا النهارده معايا كابتنين مش كابتن واحد. ده شرف لينا ان حضرتك جيت. احنا يعني عايزين نعمل الحلقه دي من بدري. انا اللي سعيده مبسوطه ان انا جيت معاكم دلوقتي، لان كمان مبروك على الديكوريشنز والحاجات الجديده، فحظي حلو ان انا ابقى موجوده. وانتوا يعني شفت حلقات كتيره من الحاجات اللي عملتوها قبل كده، فكنت بغير شويه، قلت امتى هيجيبوني. لا احنا عايزين نيجي من بدري، بس مستنيين نوصل لليفل معين ان احنا نقدر نقعد نتكلم معاك تحت يعني. امرك والله، ميرسي. بس احنا ممكن نبدا كده المشوار. ان اي حد رياضي بيبقى الشرف ليه يقول لك انا حلم حياتي ان انا العب اولمبيكس. حقيقي. طبعا انت لعبتي 3 اولمبيكس، وبدأتي اول اولمبيكس 92 وانت عندك 15 سنة. طبعا ده سن انا اصلا مش فاكر. انا وانا الصراحه انا بريسيرش او بتاكد من الحلقه، فانا قلت 92 14 14 سنة سنه. ازاي جت؟ لا ده اكيد هو قصده من 96 بقى اللي ما هو هو انا أيوة، دي أيوة. علشان كده فانا صعب فاكر أوي. بحاول افتكر 15 سنة. هو انا يعني ما كانش اصلا ممكن يبقى في طموحات، يعني في هحكي افكاري لك. ان انا اطلع اولمبيكس. وبعدين مش بس كده، ده اول واصغر سباحة مصرية. انتوا مذاكرين بقى وانا ما جايه ابيض معرفش هتقولوا ايه. لا اصغر سباحه اول سباحه مصريه تلعب اولمبيكس. وفتحتي بقى المجال اللي بعدك واللي بعدك واللي بس بعدك. انا حظي كان حلو ان انا كنت الوحيده في فتره معينه، ما كانش معايا ناس كتيره قوي. كنت يعني في منتخب مصر وانا عندي 12 سنه، فهو السن ما كانش مفاجاه بالنسبه لي في الاول. اول بطوله ليا تعتبر مهمه كانت دوره الالعاب الافريقيه سنه 91. هل انا كان لازم اروح اولمبياد 92 فعلا؟ مش شرط. كان اياميها في عبد الرحمن امين رئيس اتحاد السباحه الله يرحمه، كان مؤمن جدا بان اي تالنت احنا نقدمها ونوديها ونسفرها لبطولات حتى لو هتاخد خبره. رحت الاولمبيك جيمز وانا عندي 14 سنه، ولكن ما كنتش رايحه غير علشان تجرب الجو، تجرب البطولات على المستوى ده. في نفس الحكايه برضو بعدها ب6 سنين عمل نفس الحكايه مع فريق السينكرو اللي هو الباليه المائي. عشان كده تشوف دلوقتي الباليه المائي هتلاقيهم تقدموا بقى كل اولمبيك جيمز في سباحين بيروحوا الباليه المائي. فبالتالي يمكن 92 انا كرانيا ممكن ما احسبهاش انها كانت تارجت ليا، لان جت صدفه. 96 و2000 هم اللي فعلا كان بقى عديت بطولات كاس عالم، عارفه مستوايا بين اللي حواليا، نفسي اكسب فلانه، نفسي اعمل رقم كذا. فهم دول الاثنين اللي كانوا بالنسبه لي مهمين. بداياتي ما كانتش، ما فيش حد فعلا زي ما انتوا بتقولوا، ما فيش حد وهو عنده 14 او 15 سنه عارف هو طموحاته اخرها ايه. برضو البطولات الصغيرة كان النادي الأهلي دايما بيسمح لي أن اتحاد السباحة ليه ليميت معين في الحاجات اللي احنا نقدر نسافرها. فالنادي الأهلي كان بيسمح لي أن أنا أروح بطولات كاس العالم اللي ما كانش في حد في مصر بيروحها. فمن بطولات كاس العالم اكتشفت أن إيه ده أنا بكسب فلانة وبجيب ميداليات في كاس العالم. ابتدينا نفكر نتمرن فين كل صيف، نجيب مدربين مين من بره، ناخد أنهي برامج من بره. فحظي أنه وأنا صغيرة لقيت منظومة فيها أسرة عايزة تساعدك ونادي عايز يسندك لما بيقتنعوا بالفكر. فالحقيقة يعني أنا كنت محظوظة، أنا شايف إن كنت محظوظة لأن دخلت البطولات دي من وأنا 14 سنة بكسب بطولات عالم، كاس عالم أنا أسفة. 17 سنة رحت بطولة أمريكا المفتوحة، يعني هي بطولة الجمهورية بتاعتنا بس بتاعت أمريكا. كسبت 50 وال100 وال200 وكاس أحسن سباح. فبالتالي جات لي 11
سكولرشيب او منحه انك تروح تعوم في الجامعه. ودي بالنسبه لنا كرياضيين اللي هو ايه ده بجد، انتوا عايزين انا اجي العب باسمكم؟ متهيألي في ولكن الوقت ده هي كان ما كانش متعرف ما عليها كانش الموضوع. متعرف عليها وما خالص كانش في يعني. حد هو لغايه بيرضى. اصلا من قريب ما كانش متعرف، وكانت الموضوع ده الفكره مش انتشر موجوده مش اصلا موجوده ان بنت خالص، كمان تروح تسافر امريكا. تقعد لوحدها طبعا في بابايا امريكا. مرضيش، فمامتي راحت معايا، واخويا كان سباح فبرضه راح هو كمان دخل الجامعه، فيعني رضي بالباكج، بس ما كانش هيبعتني لوحدي انا غالبا كنت هقول يعني. كابتن عمرو هو اللي ساعد في دلوقتي الموضوع لا في انا لا كنت الاول. لا لسه خالص والله يعني. هو طبعا هو في كل يعني اذا بطولات كاس العالم كان دكتور عمرو بيسالوه بقى الصحفيين هناك، كان اول مره حد من مصر يكسب ميداليه. وهبقى احكي لك قصه طريفه حصلت في فرنسا في كاس العالم. بس كانوا بيسالوه بيقولوا انت مين يعني، انت شايل الشنط وبتمرنها وبتسخن معاها لوحده؟ انا وهو انتوا معكوش وبتعمل لها مساج، هو انا وهو بس. فريق، بطولات كاس العالم كنت لسه صغيره، لسه ما فيش بقى تيم مفيش حد اصلا يعني. فهو كان انتوا في التيم. حته بتحاولوا تعملوا حاجه لوحديكوا، اللي هو تفتحوا بعد كده مجالات للناس بقى. بالظبط. فحتى كانوا بييجوا يسالوه الاجانب انت مين يعني المدرب، قال لهم انا البوي فريند، ده اللي بيقولها كل مره، يقول انا البوي فريند بتاع. في الاخر اضحكوا بقى، اول مره اروح بطوله كاس عالم في باريس، هي انت عارف سلسله. فسنه 93 رحت في باريس، كانت اول لقطه. الاتحاد المصري وبعت ورقي كتر خيره يعني. وانا رايحه، ونادي الاهلي هو اللي قايل يعني مديني الاوكي ان انا اروح، ومتكفل بالسفريه والبطوله وكل حاجه. فرحت ادور على الستارت ليست، ادور على اسمي، ما فيش. طبعا انا ذكر ساعتها انا فاكره ايه، هو الاتحاد المصري نسي يبعت الورق اي حاجه بقى يعني. ببص على ما فيش يا جماعه. طب اسمك مش في السباق اسمي اصلا. مش في السباقات اصلا، الستارت ليست كلها ال3 سباقات. بندور في الاخر طلعت في الليسته بتاعت الولاد. فالست يا حرام اوتوماتيكلي بتقول لنا معلش اصل احنا ما نعرفش انكم عندكم بنات بتعوم، وان ارقامها ارقام سريعه، انت مدخل ستارت ليست، احنا واصلين للدرجه دي انت احنا بعيد مدخل يعني. انتري تايم اصلا سريع. فهي فاكره ان ده ولد وبيعوم بالرقم ده كويس تمام قوي، اصلا ميل مش بس فكانت ضحك قوي، قعدوا يعتذروا لنا بقى ودخلوني تاني في السباقات. دي كانت اول ميداليه ذهب ليا في كاس العالم. فهم انت مش موجود في الليسته خالص، اذا داخل تكسب ميداليه ذهب. تكسب السباق. فكان في حاجات طريفه 15 كتير. سنه تقريبا. 93 15 سنه. سنة 93 تقريبا. احنا داخلين في السن وهنبتدي نوصل لدلوقتي. وبعدين هيحسوا ان انا يعني ايه. لا عادي بس انت يعني خلاص احنا الاولمبياد وصلنا 92، ان هي كانت مجرد مشاركه ان واحده عندها بس بناء على ان سنة 91 كنت الحمد لله موفقة جدا في دورة العالم الافريقية. بالظبط. 93 بطلة عالم، كاس عالم. تحضيرات بقى الاولمبياد، انك 96 داخله انا عايز اعمل حاجه. انا اديتك هنت كده ان لما كسبت بطوله الناشئين في امريكا، بطوله الجمهوريه في امريكا، انت جالك 11 سكولرشيب. فكانت مهمتي الفتره اللي بعدها ان انا انقي المدرب اللي عاجبني. طبعا اللي انا عملته ده يعني انصح الناس ان هم اللي بيعوموا دلوقتي ما يفكروش زيي. انا فكرت انا عايزه المدرب اللي يريحني، لان انا هنا كنت اوريدي خلاص خلصت مدرسه ودخلت قصر العيني، كليه طب القصر العيني، فكاريري معروف. فاي حاجه هعملها بره مصر مش محسوبه في الكارير ده، فانا رايحه عشان اعوم بس. لكن دلوقتي بقى ريلايزد يعني ان انا كان ممكن اعوم ويبقى عندي شهاده من ستانفورد مثلا. في افكار ساعات انت بتقررها او قرارات بتاخدها وانت صغير، انت مش قله خبره يعني دلوقتي تهور شويه فعلا. هو ده كان اوبشن اصلا انك تروح تعوم بس من غير لا انت بتعوم باسم الجامعه، بس بتدرس. فانت لازم تبقى ستودنت في الجامعه. أوكي. وبتدرس وبتخلص ال4 سنين وبتاخد كل حاجه. حلو. وضحكك ان انت لو ما عملتش كويس في الدراسه ما تنزلش التمرين. ده كده فالموضوع كان فيه قصص وحكايات ممكن نبقى نقولها في الكلام ده. بس المدرسه انت بتشتري دماغك من الجامعه، حتى المدرسه كمان. يعني اخويا لما راح كان لسه في اخر سنه مدرسه، فده سنه مدرسه انت برضو بتعوم باسم المدرسه وبرضو كل حاجه. فالاوبورتونيتي ان تروح امريكا مش عشان امريكا، علشان السيستم بتاع الستودنت اثليت اللي هو رياضي بيلعب باسم الجامعه. انت عندك تمرينك الصبح، عندك واحد بتديله الكورسات بتاعتك هو اللي يظبط لك مواعيدك، عندك حد بيعمل لك بلان لكل حاجه. كل كذا حد اللي طلعوا سكولرشيبس في امريكا بيتكلموا في ان الموضوع انت بتفكرش السيستم هو لو ما اتطورتش يبقى انت فيك مشكله يعني. انت موفر لك كل حاجه، لو ما بقتش بالظبط، لو انت تالنتد وعندك انت فيك مشكله بالظبط. فانت عندك في منسق عام زي ما بنقول، ده بتديله جدولك وهو عارف تاريخ البطولات وتاريخ المعرفش ايه. انا مره خدت امتحان على الطياره عادي خالص يعني، ما عندناش انك انت تفكر اصلا توفق بين دراستك ولعبك. عندك الفيزيو، عندك التمرين الفتنس، عندك المنتل تريننج، النيوتريشن. انت حتى ما بتفكرش انا هاكل ايه، انت معاك كارت
بتدخل حاجه اسمها الدايننج تيبل، مم. التريننج تيبل بنسميها، بتعمل بالكارت بتطلع لك وجبتك، انت مالكش دعوه اللي هم مطلوب اوريدي حاسبينها مطلوب وحاسبين ياكل كل منك ايه، حاجه. بس كل واحد مطلوب هياكل ايه. فعايز تقول لي ان ده كنت هعرف اعمله هنا استحالة طبعا. فانا وقفت قيد، ودي حاجه برضو مجنونه شويه في كليه طب، مم. ان حد يدخل كليه طب القصر العيني ويوقف، يعمل بعد اول سنه حاجه اسمها وقف قيد لمده 4 سنين عشان الهانم تروح تعوم، يعني حاجه مم. برضو مجنونه شويه. ولكن بطولات عالم على بطولات كاس عالم على بطولات افريقيا، كانت انت تستاهل. حسيت والكومبيتيشن في امريكا بقى في البطولات مش هي دي المهمه، انك بتقف على الستارت. تخيل انت عندك ماتش كل اسبوع، ماتشين كل اسبوع، بس تمام؟ مش اي ماتشين توب ليفل، بالظبط، فانت كل غصب عنك. ويكند انت طالع بتلعب ديول ميت بينك وبين جامعه تانية نار. فانت البطولات دي حاجه عابره كده، اللي مم. هو فبتقف على الستارت في اخر حاجه خالص، لما بتكون بقى جاهز وعامل تيبرينج ومستني البطوله ومجهز نفسك وحياتك مظبوطه، لما انت بتنزل بقى السبق ده انت عديت على الموضوع مفيش حد ده زيي، 100 انت مره. داخل وعارف انك عامل يعني اكتر من اي حد حواليك. بس انا عندي سؤال، هو ايه الفرق؟ احنا عندنا في الفولي الحاجتين مختلفين، ايه الفرق بين بطولة عالم وكاس عالم؟ بطولة مش العالم احنا عندنا برضه في دي مرة حاجة كل ودي 4 حاجة. سنين مم. بيبقى في بطولة عالم لونج كورس اللي هي 50 متر. مم. أيامينا احنا ما كانش فيه، دلوقتي في بطولة العالم الشورت كورس. أيامينا كان بطولة العالم اللي هي 25 متر لسه احنا حضرنا فيها دورتين بس. بس بطولة العالم بتبقى مرة كل 4 سنين للحمام ال 50 متر، مرة كل 4 سنين للحمام ال 25 متر، أولمبياد مرة كل 4 سنين، كأس العالم كل سنة، اوكي. وكل سنة في 12 بلد، 12 اوكي. سيركت. فانت فانت بتاخد بتكسب ميداليات في الكاس العالم، ولكن كمان بتجمع بوينتس عشان عشان تكسب في تخش بطولة الاوفرول بعد العالم. كده، زي الرانكينج بتاع التنس كده. ايوه ايوه. فهي حاجة ظريفة برضو، يعني يخلوا الناس على طول انها بتكمبيت وكده ويبقى عندهم اكسبيرينس. طب انتوا والاولمبيكس عارفين بقى؟ سر صغير اقوله ولا ايه؟ انتوا اه لا عارفينه قول. ولا؟ لا انا ابني بيلعب فولي، انا آه. ابني ساب السباحة وراح يلعب فولي، شفت؟ والله يعني بص انا حس بصراحة انه ده كاريره مش هو كارير. برضه الموضوع، السباحة انا وراح كنت فولي برضه في فعلا. السباحة بس سبت ورحت برضه الفولي، بس ما انتوا الموضوع لما بتلاقونا، مختلف. ما انت السباحة عيلتك مش كلها بالظبط، سباحين، مش ممتعة فانت يعني برضو بالنسبة لي مش ممتعة، انت كلها مفيش سباحين وابطال مصر وافريقيا. كده بالظبط. بس ما هو ده كان اصلا، ما دي كانت مشكلة في ما البيت، هو انا اللي حسيت ان هو ابني مش عايز يبقى ليه علاقه بان مامتي ناجحه، انا عايز انا اللي انجح. مم. بالظبط. صح؟ هل انت انا دي قلبت بقى، حقيقة. قلبت ان انا اللي بسالك ده، هل فعلا انتوا بتحسوا بكده؟ انا عايز اعمل دي كاريري حقيقة. لوحدي. انا مش عايز ان انا ابقى مربوط باسم العيلة، اللي هو علشان بس انا من العيلة، انا عايز صح. اعمل حاجة بعيد. وغير كده بصراحة وعملت. السباحة مش، لا الفولي احلى، اكيد امتع كان بيقول لي بكتير. ممله قوي يا ممله راح قوي. جاي رايح جاي رايح جاي. عندكم حق، لا بس الحمد لله انكم كل واحد لا لازم وبعدين يختار. طف زيادة عن اللزوم. بص، اي رياضه طف انت عارف. لا السباحة، لا السباحة طب اقول لك بنتي مجهود اختارت كبير ايه قوي يعني. وتعرف انها طف قوي؟ جمباز. اه انا بحس ان البنت بتتعذب مش بتتمرن. دي حقيقة. ف... فبس بنطلع من ده ان كل واحد لو اختار الكارير بتاعه، وانس اخترته، يعني ابني قلت له اختار اللي انت عايزه، مم. بس انت وانس قلت لي انا بلعب الرياضه دي مفيش دلع، خلاص تكمل على يا اما تسيبها خالص. مم. لكن اللعب ده ما بحبوش. السباحة دلوقتي كومبيرد بالسباحة ايامك، ايه الاختلافات؟ سواء مثلا على مستوى الدعم، على مستوى الاتحاد، على مستوى كل حاجة. الاوبورتونيتيز او الفرص اللي عندهم دلوقتي 400% من اللي احنا كان عندنا. مم. ف والفهم، وان حتى المدربين السورسز اللي ممكن يستفيدوا منها، الطرق، البطولات اللي ممكن يروحوها. دلوقتي كل السباحين الموفقين خلاص فهموا يعني ايه ان انا اروح اقعد 4 سنين العب باسم الجامعه. بطولات الجامعه اقوى من بطولاتنا هنا، مم. بطوله الجمهوريه عندنا. كده كله بيسافر دلوقتي. فكله بيسافر علشان انت هتاخد 2 اكسبيرينس، واحده في الرياضه وواحده في دراستك. مم. وهتاخد نتورك بقى كبيرة جدا، انت تقدر تروح كامب في اي حتة بعد كده، تقدر تكمل اللي هيكمل بعد الجامعة. انا بالنسبة لي كان يعني احنا شوفوا، احنا لزاز قاعدين في بودكاست هيتشاف ملايين، صح؟ احنا كان بيتكتب البطولة اللي جاية كذا، يعني بيجي اخبارها بعد اسبوعين ما بنعومها على الجورنال. مم. فانت حتى جمهورك اليومي اللي ممكن يشجعك، يكتب لك كلمة حلوة، يقف جنبك. لو انت خسران سبق النهاردة عايز حد يسندك، ما هو برضو الجمهور مش عشان بس يقولك برافو، مم. عشان يحفزك لو انت واقع شوية. فاحنا ما كانش عندنا بقى كل ده ده ما كانش خالص. موجود. انت كنا الحياة ما كانش عندنا موبايلات. شوف انا كبرت ازاي. ما كانش عندنا موبايلات، احنا يعني في الاواخر بقى عندنا موبايلات. ما كانش عندنا موبايلات. ليه مهمة دلوقتي؟ انا شايفة
مثلا انا بكلم مع بنتي عندك كذا هتاكلي كذا، تروح هي مطلعه لا اصل انا الاسبوع ده محتاجه اكل كذا كذا يعني حتى العلم والساينس اللي احنا ممكن نستفيد بيه في تماريننا، عايزه تتفرج على تكنيك حد، عايزه تشوف لعبها هي عملت ايه البطوله اللي فاتت وتشوف تكنيكها. نفس الحكايه البطولات والماتشات والسباحين والسكورينج بتاعك والتكنيكال اناليسيس كل ده ما كانش موجود. احنا كنا بنعتمد على مدرب وشخص وعين وصحفي اللي لازم هيريبورت. مفيش تبقى ريفرنس تشوفه بيرسونال تطور كونتاكت على نفسك، انت طول. انت مع صعبة نفسك. جدا فاحنا عشنا بطريقة مختلفة. لو عايز تعمل اي حاجه لازم تروح له بشخص، وما فيش حتى ممكن اكلمه بالظبط، كونفرنس وما كول عندوش بقى بتاع، ريفرنس يوريك. لازم هيوريك تجيله. ايه؟ هيوريك شريط فيديو كاسيت من بتوع زمان ويقعدك في بيته يفرجك، مش بتحصل. يقعد يرسم لك بقى ويشرح لك. الماتيريال اللي موجودة دلوقتي او التولز اللي الناس ممكن يستخدموها دلوقتي اكتر بكتير. غير كده سهولة انك تروح تحضر كامب في اي حتة في العالم، تروح تقابل احسن مدرب في العالم لو عايز تقضي معاه اسبوعين اسمها ايه معايشة او استضافة. حتى أهمية لو ده بقى مش الرياضة في مصر دلوقتي إن كل اتحاد عايز ولاده يروحوا الحاجات العالمية. مش زي عندنا، يعني أنا رحت بطولة آه، الجمهورية للناشئين لأمريكا ولم يعترف بنتائجها. عادي خالص، في بطولة في أمريكا. أيوة حضرتك ده رقم لا، قياسي في وفي أمريكا. كمان كلمة بتتقال كده اللي هو أصل دول الجامعات، أنت بتلعب في ما كانش الجامعة، بطولة هم الجامعة. بيقارنوها بدوري الجامعات وكده. بالظبط، ما كانوش عندهم، يعني كانت اسمها، يعني مش عايزه اقول الاسم بس يعني في اسم دايما دعايه، نوع من انواع الايكويبمنت بتاعت السباحه. فكان عندنا كذا كذا حاجه اللي موجودين دلوقتي. فبتيجي بطوله الجمهوريه لامريكا، اسمها ايه؟ اسمها اسم المنتج ده الجمهوريه لامريكا سنه لك دي كذا عشان هو بطولة ودية. السبونسر. فانا من البطوله دي جالي 11 سكولرشيب في جامعات امريكا، لكن ارقامي في مصر يقول لك لا دي بطوله دعائيه لشركه. فلو انت بتبقى مش مستوعب، يعني دلوقتي لا، دلوقتي انت في اي حته هتعرف تشرح للناس، هتعرف توصل وجهه نظرك، هتعرف وانت واقف على البيسين او في الملعب تكلم لعيبه غيرك، ويعني الامور سهله وواضحه اكتر بكتير من ايام احنا تعبنا شويه في الحاجات. الريسورسز كانت اكتر، ريسورسز اكتر، دلوقتي هي اكتر وتقدر تستغلها، مش مقفوله على حد. كل الناس بقت عايزه تبقى كولابوريتنج. ده شايف ان هو ادى الكومبيتيشن اعلى دلوقتي، ولا كومبيتيشن زمان كانت اعلى، ولا ملهاش علاقه؟ لا هي متهيألي هي نفس الكومبيتيشن، ملهاش علاقه. يعني مثلا مفيش حد ممكن يجي دلوقتي يقول لك زمان مثلا التاهل للاولمبيكس كان اسهل، زمان الكومبيتيشن كانت اسهل، دلوقتي انت حاسس ان هي ملهاش علاقه؟ لا انا حاسه ان هي ملهاش علاقه في ان دي اصعب، هي اتنين نفس الصعوبه. زمان ما كانتش موجودة لكل الناس، دلوقتي موجودة لكل الناس، موجوده لكل الناس، يعني مش فالتالنت حكر بقى على حد. ومركز هيعرف يلقطها. بالظبط. طب بتشوف اللي هو الموضوع الثقافة والتعليم، ثقافة اللعيبة وتعليم اللعيبة وكده، اهم حاجه الباك جراوند بتاعه يفرق معاه اللاعب لو هو كان المنتاليتي بتاعته عاملة ازاي او ثقافته عاملة ازاي ولا؟ طبعا واكيد انت هتلاحظ ان كل اللي وصلوا لمستويات معينه هتلاقيهم ناجحين جدا في دراستهم، وناجحين في دراستهم برضو. خليني اصيغ دي للجمهور المصري مختلف شويه. ناجحين في دراستهم يعني هو لو اختار يدرس جامعه معينه يبقى ناجح في شغله ده، مش لازم تبقى حاجه محدده. يعني مش لازم يبقى دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا قاضي ولا مستشار ولا علشان يبقى ناجح. انا ممكن ابقى واحد بدرس ايكونومكس او فاينانس او اسمها ايه بقى بالعربي اقتصاديات وابقى ناجح جدا. والحته دي دلوقتي هي اللي رايحه. هتلاقي في الجيل ده بيدرسوا الاي اي مثلا، واحنا طبعا انا كويس قوي نعرف اشغلها على التليفون. فالمهم تبقى شاطر في اللي انت بتدرسه. ده مايند سيت. المايند سيت بتاعتي ان انا بدرس، ومش بس دراسه اللي هناخد بيها شهاده، انت ممكن تدرس الدراسه الشخصيه. انا لما اقرا كتاب مفيد، لما اقرا اخد كورس اسبوع ولا اسبوعين هيفيدني في شغلي، ما دي دراسه وتنميه ليا كبني ادم. مره تنميه للذهن، مرة تنمية للروح والروحانيات، وأنا موجود ليه، وأنا عايز أساعد عيلتي وبلدي والناس اللي حواليا إزاي. كل ده يرفلكت عليك في السبق، يرفلكت عليك في الملعب. البرفورمانس. ده حقيقي. وفي كتير دلوقتي ابتدوا تحس ان هم كائن هول كده، مش سباح ولا لعيب كورة، لا عنده أفكار وعنده آراء. هل في رياضات يعني لازم تبقى انت فيها متعلم بدرجة معينة؟ في رياضات صعبة، في رياضات عشان يعني تتقدم جزء من الثانية او تتقدم في البرفورمانس بتاعك مثلا في ماتش، محتاج تقعد مع مدرب وتفهم statistics وتفهم انا ناقصني ايه في الفتنس بتاعي، وانا اكلي ناقصه ايه ومش ناقص. في ناس تانية تقول اكلي يا عم انا هروح اكل اي حاجة يعني.
العقلية بتاعت المستقبل الرياضي، المستقبل الكلمات من مدرب فاهم، غير لما واحد تيجي تكلمه يقول لك مش مهم. فالتعليم مهم جدا. هديك اكزامبل، لما كنت في الجامعة هناك، انت عشان تفضل في فريق الجامعة، ودي عندهم حاجة كبيرة قوي، عشان تفضل في فريق الجامعة كل شهر كان بيطلعنا يقعدنا كده على البيتشرز، عارف المحاضرة اللي بيديها المدربين بيزعقوا لنا فيها دي، ده المدرب بتاعنا بيطلعنا ينده اسم، والاسامي اللي معايا كانوا ناس جامدين قوي، يعني ابطال عالم في الرياضة يعني. انت انزل المايه، انت انزل المايه، انت انزل المايه، انت روح على الستادي هول، عندك كارت برضو زي الكارت بتاع النيوتريشن، عدد ساعات اللي هتاخدها، عاملين لك ايه بقى، مكان زي ده جميل متقسم اوض، كل اوضه فيها مدرس لماده معينه، وانت باورز بتروح للمدرسين مجانا عشان انت بتلعب باسم الجامعه رياضه. فبيدوا لك ليك ليكتشرز 4 بالوحده. ساعات، انا فاكره اول سمستر ليك 4 ساعات لازم تقضيهم في المكان ده. اول ما الجي بي اي بتاعك يعلى او كان عالي، انت اول سمستر مضطر تروح، الجي بي اي بتاعك 3.6 من 4 فيما فوق، خلاص انت مش مضطر تروح الستادي هول، تستخدمها لو انت حابب، فانت بتقعد على المدرج. الستادي هول دي بتاعت اللي هينزل شويه لازم يروح بتاعتنا علشان كلنا يتعلم. متوفره مدرسين. لو انت الجي بي اي بتاعك واحد انت متميز في مذاكرتك مش هتروحها خالص، مش طيب. في بقى لحد 2.6 يعني في كده جريدز معينه، يقول له انزل 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 اطلع على الستادي هول. معناها ان ايه؟ البني ادم في مدرب في مصر هنا دلوقتي وانت قاعد يقول لك سيب التمرين وروح درس، لا ما طبعا. تحصلش. فاحنا هو عايز بني ادم مركز، مش بني ادم بس ناجح النهارده في التمرينه دي، هو عايز واحد مركز في حياته. طيب هو كنا واحنا زمان واحنا بنلعب كنت تقول له مثلا تيجي تستأذن من تمرين علشان تقول له عندي درس او كده، يقول لك لا مش هينفع كده، لو يا تلعب يا تدرس. تصدق وانا لكن في الجامعه 4 سنين عمري ما مثلا اجزت النهارده من التمرين عشان عندي امتحان الصبح واروح اجيب ايه في الامتحان برضو. هم عودوك انك بتذاكر طول الوقت انت روتينك واحد وكل حاجه واخده حقها. طب اضحكك، انا خلصت ورجعت وكملت كليه طب، وفي بقى فتره بعد سنه 2000، انا متخرجه 2003، ال3 سنين دول ال17 سنه اللي قبلهم نمري حاجه، وال3 سنين دول نمري حاجه تانية خالص، وانا بلعبش رياضه عشان خلاص الروتين بتاع حياتك اختلف. انت بقيت بتحس ان انت معاك وقت كبير فبتكسل واهتمامك باليوم اختلف. انت مش وحش قوي يعني، انت زيك زي غيرك، لكن ما انتش مميز خالص. غريب قوي، ناس كتير كل الناس كذا حد كده، انا مثلا لما ببطل رياضي البرفورمانس بتاعي سواء في الدراسه او في الشغل بيقل، مع ان المفروض العكس. او في الشغل ودي حاجه اللي بحسسها لك. الرياضه هدفها ايه في الاخر؟ انك تنمي بني ادم قادر ان هو ياخد اي تاسك او اي حاجه عايز يعملها في حياته يعملها صح، وينام صح وياكل صح ويعيش صح ويشوف متطلباته الاجتماعيه صح، كل حاجه. فبالتالي لازم البني ادم ده مخه شغال، نفسيته كويسه، صحته كويسه، شغله ماشي في اتجاه كويس. كل ده محتاج منك ايه؟ انك تبقى مركز في نفسك بس. فمركز في نفسك دي كانت بتيجي من، يعني انا لولا ان انا قضيت ال5 سنين دول هناك كنت هنا هبقى زي الناس كلها. الموضوع مختلف، تتعلم تايم مانجمنت وبتتعلم كل حاجه وبتتعلم تشيل مسؤوليتك لوحدك وكل حاجه تمام. بالظبط. وكمان في حته التعليم دي بقى مش بس في رياضتك، يعني كده مهمه قوي في رياضتك، بس مثلا ممكن انت ربنا يبقى مديك موهبه ان انت جامد قوي في رياضتك من غير يعني من غير الحاجات العوامل التانية اللي انت بتعملها دي، بس استحاله بقى لو انت مش متعلم او مش واصل لدرجه معينه من الفهم ان انت ترانسليت ده لما بعد الرياضه لكاريرك. وبالتالي دي حاجه انت من احسن الناس اللي ممكن تتكلمي فيها، لانك صح. يعني هقول لك حاجه، بالعكس احنا بعد لجنه الاولمبيه الدوليه كان في شق من لجنه اللعيبه عملوا مشروع مخصوص اسمه الكارير بروجرام. انت بعد ما هتخلص رياضتك لاي سبب، طبعا كل واحد بيبقى فاكر ان هو هيقعد 20 سنه يلعب، طب اللي بيحصل له اصابه دلوقتي وبطل، اللي يحصل له اصابه والنادي بتاعه مشاه، الانكم بتاعه او الدخل بتاعه اللي كان داخل ده انتهى، هل انت مأمن نفسك؟ طب هل انا هأمن نفسي بان انا مثلا هحوش من مرتبي؟ لا. اولا احنا ايامينا ما كانش فيه فلوس في الرياضه خالص، دلوقتي لا، اوكي في عقود وفي لعيبه عندها عقود وفي لعيبه عندها دخل من الدعايه ومن الايمج رايتس والكلام ده، لكن برضه هو لو مش لعيب ومش معروف وحصل اي حاجه لا قدر الله، انت شايف حاجات بتحصل، موهبه مش هتقل، حصل انه اتصاب بطل رياضه، اعتزل بدري، انا اعتزلت بدري، انا بطلت 23 سنه. هل حياتك خلاص هتفضل طول عمرك انا كابتن فلان او انا كابتن فلان؟ زمان. شكرا، هنعمل ايه؟ اكيد لازم هيبقى شغل،
مم. شغلك ده بقى انت بتبنيه من وانت صغير في دراستك. مم. طيب لو انا ما قررت ان انا ما ادرسش وما خلصش ثانويتي العامه، ما خلصش اول درجه عشان اقدر اشتغل حاجات اشتغلها بايدي ملهاش علاقه يعني هضحكك. مم. انا لما خلصت كليه طب وخدت الامتياز وخلاص رحت بقى مستشفى الحكومي للنساء والولاده علشان ابقى دكتور. فتيجي المريضه تقعد معايا طول اليوم، وبعد ما تولد وكل حاجه يقول لها انت مش عارفه دي مين، هي ما هي شايفاني دكتوره، ما تعرفش ان انا رياضيه، بس يا حرام هي افتكرت انهم بيضحكوا عليها يعني. دي فلانه بتاعت السباحه، هي افتكرت بقى ان هي عشان جايه مكان مجاني يعني انهم هيجيبوا لها كواليتي وحشه. انتوا جايبين لي واحده سباحه تولدني؟ ايوه يا جماعه. فانت بتتعرف. انا ساعات لحد دلوقتي بقعد في العياده، اللي جاي فاكره تشابه اسماء، فبقول لهم تشابه اسماء وتشابه صوت وتشابه صوت وصوره يعني صعب. فانت الكارير بتاعك ايا كان هو ايه، ممكن تكون ان انت شاطر في تقديم برامج، شاطر في ان انت تصنع محتوى، شاطر في اي حاجه، تاخد كورساتها وتحطها على السي في بتاعك وتجهز السي في بتاعك ان انت تبقى عندك مستقبل بعد الرياضه ده دي. اللي احنا مش متعودين عليه هنا قوي، ان هو تلاقي ناس بطل عشان عنده ثانويه عامه، او ضحى ده بثانويه عامه عشان بيلعب. انا عارفه، بس فناس دي كتير مش قوي هنا. كارثته هو، دي كارثه اصلا ما انا سيستم بتكلم الثانويه على العامه بقى فكره الموضوع. يعني عامه، بس انا بتكلم وكمان برضو في الجامعه وبعد كده فكره ثقافتك انت الشخصيه، ان هو لا، الموضوع بس تنظيم وقت وتركيز، وهتخسر اكيد حاجات سوشيبل في السن ده. هي سوشيال بس اللي هتخسروها، هتخسر حاجات سوشيبل بس هتكسب بقيه عمرك. بالظبط في السن ده هتضحي بشويه حاجات انت شايف اللي حواليك بيعملها، بس انت محروم منها شويه، بس هتلاقي النتائج ده قدام يعني. وكمان برضو في حته اللي هي الثقافه الشخصيه، آه، اللي هو زي ما حضرتك بتقولي كده، في ان هو ممكن اصابه او يخسر مثلا في وقت لو هو مش منتلي طف. بالظبط. ده بيجي او من لو ما لقاش مساعده من الاخرين دول ممكن يبقوا اللي حواليه او جمهوره اللي بيبعت له بيكلمه. وانتوا حياتكم دلوقتي كلها كونكتد صح؟ آه حضرتك قلت دلوقتي حاجه عايزه اقول لك انها فرقت معايا انا شخصيا. انا ما خدتش ثانويه عامه، انا كنت بدرس اللي هي الاي جي بدلها. السنتين اللي انا خدت فيهم المواد اللي هتدخلني كليه الطب خلصوا، وانا قعدت السنه فاضيه ما بعملش غير ان انا بتمرن. جاب هير خلاص. وكل السنه دي زملائي كلهم قعدوا في البيت عشان ياخدوا ثانويه عامه. فهو ده الفرق بيني وبين اللي كان حواليا ساعتها. كلامك مظبوط 100%. الرياضي الشاطر واحد ملتزم بيركز بيفكر. انا فاكره بنتي لما تبقى تعبانه ولا مصابه ولا في حاجه اقول لها طب هتروحي التمرين؟ هروح وهستحمل. الرياض ده مش حاجه تقدر تقولها له غصب عنك، دي حاجه لازم من جوه. فالرياضي اللي على مستوى معين عنده، هو حاطط لنفسه طموحات معينه او رولز معينه، مش احنا اللي بنحطها. ودي حاجه مهمه جدا، سيلف دريفن يعني هو اللي بيتحكم في نفسه مش اللي حواليه. فاللي عنده طموح في رياضة هيبقى عنده طموح في صحة، هيبقى عنده طموح في دراسة. حتى لو ما كانش دراسة هيبقى عنده طموح ان هو ياخد الكورسات اللي تخليه يقدر يفتح البيزنس بتاعه اللي عايز يفتحه بعدين عشان ينجح فيه برضه. فهو الموضوع مش شهادة ونحطها على الحيط، الموضوع ان انا اعرف اواجه الحياة بعد ما رياضتي تخلص ولا لا. اواجهها بقى بقيت ايه الحاجات اللي محتاجة اتعلمها دلوقتي. بس عندك حق، قصة ان احنا عندنا امتحان بكرة ولا عندنا امتحان السنة دي ولا الرياضة هتمنع، والله لا. دلوقتي كله هيبقى، احنا زمان كنا بنضيع وقت في حاجات تانية، لكن دلوقتي عادي خالص هيقعد يلعب مع صحابه اونلاين 10 ساعات في اليوم بدل ما يروح تمرين 4 ساعات. صح ولا يعني هو هيضيع وقت اكتر. فبالعكس الرياضة بتظبط المنتاليتي بتاعتنا، بتظبط مشاعرنا، بتفرز اندورفينز او هرمونات او بتظبط لنا كيماويات جسمنا. الاندورفينز دي المسكنات الطبيعيه ده للجسم. كلام بقى طبي علمي دخلت بقى بس ايه بس انتوا حلو. عارفينها انك بتطلع من التمرين انت احسن، مبسوط. انت احسن. وحتى لو مش احسن انت عندك كيماويات في جسمك تخليك عندك جلد، تلاقي نفسك طالع من التمرين وواكل وقاعد تذاكر وصاحي الصبح بدري تاني. انا دلوقتي في دلوقتي وانا مش بتمرن، لا انا لو عملت تمرينه زي دي ورحت الشغل هنام لحد الظهر تاني يوم. فده الاستمراريه مهم. فكلامك 100% صحيح ان احنا نوقف عشان عندنا سنة دراسية والكلام ده أكبر خطأ. جينا بقى بعد السباحة وبعد كل ده، فكرة أصلا إن أنت يعني لما تيجي تبص مثلا دكتورة
في اكاديميه في السباحه، امباسدر لكذا حته، وقبليها كان في عضويه مجلس اداره الاهلي وعضويه لجنه المنشطات، حاجات كتير قوي، اللجنه الاولمبيه الدوليه. واللجنه الاولمبيه واللجنة الأولمبية الدوليه، الدولية. حاجات كتير قوي اصلا. يعني كراجل اصلا كتير، فان كست. كرياضي يعني احنا ما بنتعاملش كبني ادم، يعني انت راجل ولا ست، انت يعني حد عمل زينا قبل كده. على فكره اللعيبه لما بيقعدوا مع بعض بيحسوا ان هم زي بعض او بيعرفوا يتحاوروا. ليه؟ لان كلنا عشنا نفس القصه. حد كان بيصحى الساعه 5 الصبح يروح تمرين، حد كان بيتمرن 6-7 ساعات قبل كده، بيروح بعدها يعمل العلاج. ما هو ال6-7 ساعات دول مش كلهم مش كل تمرين. حاجه. انت لسه وراك علاج طبيعي بتاع كتفك اللي بايظ وبتاع، صح. ولسه وراك تاكل، ولسه هتروح النيوتريشنست بتاعك هتروح له، ولسه هتروح بقى تشوف واجباتك وتروح دروس علشان انت فوتت مثلا حاجه مهمه في المدرسه مش فاهمها عايز تفهمها. فانت حياتك مش سهله. فاللعيب ده حطه في اي حته هينجح صدقني. انا كنت اشتغلت فتره، كنت مسؤول عن تعيين الناس في في HR يعني. السي في اللي عليه لعيب رياضي ده لمستوى بص له معين على طول. ده اصلا خلاص نط 10 خطوات قبل الباقيين، في الاتيتيود وفي الديسيبلين وفي التفنس اللي انت كنت بتقول عليها، وفي التيم وورك. يعني هو ممكن يبقى حرام جاي بفكره انا هشتغل تيم وورك ويلاقي ان الدنيا مش كده، بس انت لما تحب تحطه في تيم وورك هيشتغل. يعرف ياخد قراراته بنفسه، يعرف لما يوعدك بحاجه يمشي وراها حتى لو ما نامش 48 ساعه، ما عندوش مشكله. فالرياضي في حته تانية خالص، تنميه البني ادم. يعني انا ساعات بقول للاهالي سيبوا ولادكم تلعب رياضه، حتى لو في ثانويه عامه وحتى لو في اعداديه وحتى لو في كليه صعبه، عشان هي هتبنيه كبني ادم وموظف وبزنس مان، وهتبنيه لشغله احسن من لما يبقى قاعد في البيت ما بيلعبش رياضه. تبني شخصيه مختلفه. دي حقيقة. وفي عضوية برضو اللجنة الأولمبية، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية برضو. دي برضو لما جيت أبص عليها أول ست مصرية تبقى عضو في اللجنة الأولمبية، وبعد كده فتحت المجال على الناس الحمد لله. بعدين. فعضوية اللجنة الأولمبية دي بتيجي إزاي أصلا، أو إيه البروسيس اللي اشرح لك مشيت فيه؟ بالتفصيل ولا باختصار؟ لا يعني بالتفصيل. بص يا بالتفصيل. سيدي، اللجنة الأولمبية الدولية عبارة عن 115 عضو. الأعضاء دول اللي بيقرروا، طبعا اجتماعات سنوية هقول لك عليها، هم دول اللي بيقرروا كل حاجة ليها علاقة بالحركة الأولمبية. هم اللي بيعملوا التصويت على تغيير الشارتر الأولمبي، على أنهي دولة تستضيف البطولات من الأولمبيك جيمز من أولها لآخرها بامتيازاتها بحقوقها كلها. اللجنة الأولمبية الدولية هي اللي بتقوم بيها. اللي 115 دول مقسمين. أنا أيام ما دخلت كان في طريقة، ودلوقتي بقى في طريقة مختلفة. مقسمين إلى 70 عضو بيبقوا. دي الطريقة اللي اولا أنت زمان دخلت زمان بيها. زمان بيير دي كوبرتين لما رجع عمل الدوره الاولمبيه الحديثه، كان ال70 عضو دول كلهم من الرويالتيز، اللي هم الملوك والامراء والنوبل ناس اللي في المجتمع، عشان كده كانوا معظمهم اوروبي. بعد كده ابتدى يتطور الموضوع الى مثلا الناس اللي ليهم شأن في بلادهم او في اتحاداتهم، فبقى يزيد اكتر. لحد دلوقتي هتلاقي الرويالتي جزء كبير جدا من اللجنه الاولمبيه الدوليه. دول دايما بيتمثلوا في ال70 اللي هم اسمهم individual members. زي انت هنا في مجلس النواب بتدخل قائمه وبتدخل ممثل، مثلا زمان كان في عمال وفلاحين، بتدخل بتبقى ممثل جهه معينه. هل كلهم مش اعضاء مجلس النواب؟ كلهم اعضاء مجلس النواب، نفس الحكايه. فال 115 مقسمين الى احنا دخلنا ازاي. واحد دخل كانديفيديوال ممبر لانجازاته، واي حد بيرشحه من اللي موجودين لازم يكون عضو لجنه اولمبيه اللي يرشحه، تمام. وبيدخل بقى في يترشح وبعدين يتوافق عليه وبعدين يحصل كونفirmation من الجلسه العامه الجمعيه العموميه. في بعد كده 15 بيمثلوا الاتحادات الدوليه للرياضات المختلفه. يعني ال 28 اتحاد اولمبي لهم 15 كرسي فقط. اللي بيدخل في ال 15 دول بيقعد لحد ما يفقد كرسي في اتحاده. طول ما هو رئيس الاتحاد الدولي، طول ما هو واخد الكرسي ده. ال 15 دول بيختاروا بينهم بين بعض مين ال 15 اللي هيدخلوا بين ال 28. 28 بيختاروا 15. 28 بيحصل انتخابات دايما، 28 يقول رئيس لك مثلا اتحاد دولي. فلان ده الترم بتاعته هتخلص، الكرسي ده هيفضل، نعمل بقى انتخابات بينا وندخل واحد. يعني في 13 دايما هم بره. افندم في 13 واحد ما بره. 13 رئيس 28 اتحاد بيختاروا دولي ما 15. بيخشوش. هم ففي 13. الاتحادات الدوليه كلها 15 مقعد. يبقى احنا قلنا 70 انديفيديوال، 50 مقعد اتحادات دوليه، وبعدين 50 مقعد لجان اولمبيه وطنيه.
يعني ال 205 دولة ليهم 15 مقعد فقط لا ال غير. 205 دولة ليهم 15 مقعد. عشان بقول لك في بداية الهيستوري بتاعت اللجنة الأولمبية الدولية ما كانتش بتمثل كل الحركة الأولمبية. لما عملوا التغيير بقوا حاطين جزء يمثل كل شق من الحركة الأولمبية. ف70 15 اتحادات دولية، 15 لجان أولمبية وطنية، 15 من اللاعبين. طيب اللاعبين دول مين؟ اللاعبين اللي هيتم انتخابهم من زملائهم في الأولمبيك جيمز. أنا دخلت الانتخابات 2004، 10,500 لاعب بينتخبوا مين من ال 34 مرشحين يمثلونا. بناخد كام واحد؟ هم 15، ولكن عشان الاستمرارية كل أولمبيك جيمز يتم اختيار 4، مع العلم ان 4 من السنة دي، وفي بعد سنتين الأولمبيك جيمز الشتوية 2 من الشتوية، ادي 6. بعد سنتين 4 بعد سنتين 4 من الأولمبيات اللي بعدها، وبعدين 2 من الشتوية. فدايما دائما أبدا في نص اللجنة موجودين، مش بتتغير. مش بيجي كل لجنة تمشي. بيسموهم ايه؟ بيسموهم الاكتيف اثليت. اكتيف اثليت في الديفينيشن بتاعت الأولمبياد اللي هو لعب الأولمبياد دي أو اللي بعدها يقدر يرشح نفسه بس. فكده 115 عضو كلهم أعضاء باللجنة الأولمبية الدولية، في بالانتخاب، وفي بالانتخاب في مكانه في اتحاداته، وفي بالانتخاب، وفي بالترشيح من عضو لجنة أولمبية آخر بياخد 70 مقعد. دول 70 اللي بيفضلوا مدى الحياة لحد ما يتموا 70 سنة. 70 ال15 وال15 وال15 دول المتغيرين حسب مناصبهم. انت بقى دخلت ازاي؟ انا دخلت بانتخابات يعني جات ازاي؟ مين اقترح مين، ولا انت اللي قررتي؟ انا لقيت عادي اصحابي يقولوا لي ما دخلتيش ليه كذا كذا كذا. دخلت مره سنه 2000 وما اتخدتش في الجروب. ف 2002 لقيت اللجنه الاولمبيه الدوليه حاطيني في كوميشن اللي هي اللجان مش اعضاء لجنه اولمبيه دوليه، لجان كتيره جدا بتشتغل. فاشتغلت في اللجان من 2002، لجنه طبيه، لجنه اللاعبين اساس، لجنه طبيه، والوكاله العالميه لمكافحه المنشطات. لجنه اللاعبين زي ما بقول لك كل اللجان بقى، لجان الكوميونيكيشن، لجان الدعايه، كل اللي تتخيله. في الناس المنتخبه دي اللاعبين، في ناس منتخبه، وفي بنكمل بقى حوالي 6-7 لاعبين تانيين انا كنت منهم. فمن 2002 ل 2004 انا كنت عضو لجنه اللاعبين فقط. من 2004 منتخبه فعضو لجنه اولمبيه دوليه لمده 8 سنوات. بعد 8 سنوات 2012 خلصت الدورة بتاعتي وخلصت قانونا. انت خلاص خلصت اللي عليك، المفروض بقى تروح. الحمد لله ما مشيتش. فضلوا بقى ان يقدروا يحطوك. ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. انت السي في بتاعك مش لعيب، انت السي في بتاعك دكتور، وواحد بيجيد لغات مختلفة، وواحد عنده خبرة في اللجنة الأولمبية الدولية من 2002 ل 2012، 10 سنين. مش هيسيبك بقى كده. ففضلت من 2012 لحد الكورونا 2019 عضو اللجنه الطبيه. طبعا ما اقدرش ابقى في اللاعبين لان انت لازم تكون لعبت الاولمبياد دي اللي قبلها. ففضلت في اللجنه الاولمبيه في اللجنه الطبيه. فضلت بقى امثل اللجنه الطبيه في الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات الوضع، في المكتب التنفيذي والجمعيه العموميه. فضلت في الكوردينيشن كوميشنز بتاعت الاولمبيك جيمز. فضلت في ايه تاني كام حاجه كده يعني. لا ما شاء الله. فضلت برضو بأمثل الأنوك اللي هي منظمة اللجان الأولمبية الوطنية، برضو في البورد بتاع الوضع. فأنت لما السي في بتاعك يبقى متنوع، نهايتك ما خلصتش وانت لاعب. خلص يعني انت لعيب، خلصت لعيب، لكن انت لعيب عملت لنا ايه بعد كده عشان يفضلوا حاطينك. فدي خبرة انا بصراحة استفدتها جدا. انا اقضي من 2002 ل 2009، انا اسفة، من 2002 ل 2019 17 سنة انت بتشتغل يوميا جوه اللجنة الأولمبية الدولية. فانا بالنسبة لي لما ارجع مصر بقى في كل الوضع ده، انت وانا عضو لجنة الأولمبية الدولية، انا كنت اول مرة ادخل مجلس إدارة الأهلي كان عندي 26 سنة. انا لو ما بشوفش ده اللي بره بيعملوا ايه، مش هعرف اشوف انا نفسي اعمل ايه في بلدي. وفي نفس الوقت تروح المجلس ده تلاقيه فيه إدارة مختلفة وطريقة مختلفة، وانت في مصر والحياة مختلفة. دخلت مجلس النواب، فلما يقولوا لنا غيروا لنا قانون الرياضه، انا بقيت حاسه ان يعني ربنا يعني اداني حاجه اجمع فيها كل اللي شفته. فهي حاجه بتجيب حاجه. فاكر رياضي لو انت بنيت نفسك في كل المجالات اللي انت بتتعرض لها، هل سكت؟ لا. لما رجعت مصر قالوا لك انت عارف بقى السي في عايز دراسه. طب ما انت بتدرسي طب؟ لا، ما انت درستيش سبورتس مانجمنت.
رحت درست سبورتس مانجمنت. كنت اول دفعه اتخرجت من هنا سنه 2009، اللي هي الفيفا سي اي اس مانجمنت دي. اول دفعه اتخرجت ودلوقتي بدرس لهم. طب ما انا كان ممكن ما احطهاش يعني، ما انت عندك انك عندك هيستوري رياضيه، عندك بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الطب، عندك خبره في المجال، ممكن تقول انا مش عايز اعرف. العلم والمعرفه هي القوه الحقيقيه. فانا لما اقعد اتكلم مع حد في سبورتس مانجمنت، هو مش عارف يضحك عليا مبدئيا. ثانيا انا هعرف اديله انا محتاجه ايه في المنظمه بتاعتي وعايزه ايه، واعرف اتناقش معاه. نفس الحكايه رحت عملتها في الطب، بعد ما خلصت رحت درست هوسبيتال مانجمنت. فانت ممكن تطور نفسك بكذا طريقه، وده اللي انا بقوله، ان اللعيب لازم يبقى عنده كده ايه، باكج. وساعه ما كنت في اللجنه الاولمبيه، ايام ما كنت في لجنه اللعيبه، اطلقنا البرنامج بتاع الكارير بروجرام. كنا بنعلم بقى اللعيب الاولمبي ده اللعيب الاولمبي اللي احنا بنعرف نتكلم معاه، مش بنعرف نتكلم مع كله. ال 10500 لاعب دول قبل ما بيمشوا من القرية الأولمبية بيبقى عندهم علم ازاي ابني كاريري، ازاي اعمل سي في، اروح احضر فين، ويسجل اونلاين ويبقى ضمن شبكة من الانترنت، سوري يعني من الجروب، يقدر يساعده، يقدر ياخد انترنشيبس في حتت، يقدر يبقى ليه هو وات لايف افتر سبورت. وده كونسبت كبير. معظم الرياضيين الاولمبيين اللي هم بيبقوا حياته كله بيتمرن في اليوم 10 ساعات والكلام ده، بعد ما يبطل بيجيله اكتئاب يعني. صح. ما بيبقى عنده فراغ رهيب في حياته. عندك حق. ومش المطلوب ان هو بعد ما يبطل يقعد يدور على مين يعمل له مجامله ويشغله، لا، ما احنا مش عايزين كده. عايز انا ابقى السي في بتاعي قوي، انا شاطر ومذاكر وعندي علم وعندي خبره وكمان لعيب جامد وعندي خبره في حته تانية خالص. فعندي الاثكس، طبعا الرياضه اثكس، اخلاق ومبادئ، صح؟ عندي الاثكس والمبادئ بتاعه اللعيب، وكمان عندي الجهد والمثابره والصبر والديترمينيشن بتاع اللعيب، وكمان درست اللي انت عايزه، يبقى خلاص ما يقدرش يقول لك كل حاجه. في حاجات كتير قوي قلتيها، عايز بمسكها حاجه من النص. اول حاجه عشان نقفل حته السباحه دي، كنت قلتي قبل كده ان كان في حد ميداليه انت كسبتيها بسبب ان حد كان تاخد منشطات طلع بوزيتيف. هنا مصر. ده كان ليه تاثير ان تبقي في لجنه المنشطات، ان انت في الايام اللي كنت بتلعبي كان في ناس كتير بتستعمل المنشطات، فدي كانت حاجه اديتك انت عايزه تخشيها، ولا هي جت كده ولا ما فرقتش؟ لا هي جت كده خالص بناء على ان انت طبيب. هو في لجنه اللاعبين بيبقوا عارفين كل واحد ايه، في ناس بتاعت ميديا، في ناس بتاعت هندسه، في كل واحد بيحطوه في اللجان، عشان لجان اللجنه الاولمبيه كبيره كتيره. ففي واحد كذا حد بيحطوهم في اللجان اللي يقدروا يشتغلوا فيها. لان لما سنه 92 كانت اول لجنه للاعبين في اللجنه الاولمبيه الدوليه يبقوا منتخبين ويبقوا اعضاء اللجنه الاولمبيه الدوليه. قبل كده ما كانش فيه لجنه للاعبين. كان اول واحد دخل فيها كان سيركي بوبكا بتاع قفز الزانه، وكان هو اول رئيس لهذه اللجنه. منتخبين يعني اعضاء لجنه اولمبيه. فبالتالي قبل كده ما كانش يفرق معاهم ان يبقى في كل كوميتي في الاي او سي لعيب. عشان ايه؟ عشان يدي وجهه نظر اللعيب. بعد كده، بعد ما القرار ده طلع، بقى كل لجنه تنسيق اولمبياد كذا، لجنه تنسيق. يعني انا دخلت في لجان انا حاسه ان انا اللي استفدت منهم اكتر ما هم استفادوا مني. دخلت في لجنه تنسيق اول اولمبيك جيمز للشباب بتاعت سنغافور. دي بتشتغل كام سنه قبلها؟ 7 سنين. انت شغال 7 سنين، 7 سنين قبل ما وانت بتحضر كل الميتينجز، فخبره تانية خالص. بتحضر اولمبيك جيمز بتتعمل from A to Z ازاي، عن طريق بقى انك تبقى يا اما في الميديكال كوميشن يا اما في الاثليت كوميشن. فالاثليت كوميشن اللي هي لجنه اللاعبين، كل عضو فيها عضو في لجان اخرى على حسب السكيلز بتاعته التانية. ففادتني. فالوعده كانت بالنسبه لي عشان حاجه ليها علاقه بالطب. انا الوحيده اللي كنت طبيبه في لجنه اللاعبين ساعتها، يعني متهيألي في تاني بعد كده. فاتحطيت في الميديكال كوميشن، اتحطيت في الوعده، وعلشان انا الوحيده الطبيبه اتحطيت في الوعده في مكانين، في المكتب التنفيذي اللي هم 12 واحد بس، وفي الجمعيه العامه اللي هم 60 واحد. فكانت تجربه يعني انا استفدت منها، ولكن هم كانوا عايزين يعرفوا دايما وجهه نظر اللعيب. يعني مثلا عملنا ايه؟ حاجات بسيطه جدا. انت لما كان بيجي لك مثلا انت في بطوله، وفي بطولات ساعات بيبقى عندك كذا ماتش ورا بعض، كذا سبق ورا بعض، كذا، احنا كنا بنشوف ازاي نقدر نخلي اللعيب اولا عنده معلومات، اخد ايه وما اخدش ايه، وايه الصح وايه الغلط، واخد بالي من نفسي ازاي عشان ما فيش حاجه تدخل لي بالغلط، عشان ما يطلعش التحليل بتاعي ايجابي. تاني حاجه، اتصرف ازاي، انا ايه حقوقي،
ايه حقوقي لما يقولوا لي تعالى تعالى يا واد انت عندك تحكيم منشطات؟ احنا بنخاف. دي حقيقة رخمة قوي. فاحنا كان لازم نفهم اللعيبه انت ما تخافش من حاجه، انت هتمشي زي ما انت، هتمضي ورقك، هيمشي معاك شابرون، هتروح تمرينك، هتروح تسخينك، هتخلص بطولتك، هو ماشي معاك. هو اهم حاجه ما تاكلش وتشرب حاجه غير هو شايفها قدامك. لحد لما تخلص كمان الاحتفال بتاعك، لو عندك مؤتمر صحفي هتعمله، لو عندك تسليم جوائز هتعمله. هعمله عادي. لكن قصه ان انا اتخض واروح اقعد اتحبس في اوضه ما كانوش يعرفوا الكلام ده. فانت بتطمن اللعيبه. ثالثا بقى انك من وجهه نظر اللعيب بتعرف تقول للكوميتي دي يا جماعه احنا غيرنا رولز كتير، يا جماعه الرولز دي مزعجه للعيب، ده عنده سبق تاني محتاج يريح، محتاج يروح ياخد مساج، محتاج يعمل كذا، فاحنا بنعطل اداؤه الاساسي علشان حته تحليل. فابتدينا نغير الرولز عشان تسوت او تبقى مناسبه للعيبه، وفي نفس الوقت تاخد انت اللي انت عايزه. برضو المعرفه. اكيد اي من زمايلكم اللي راحوا الاولمبياد اللي فاتت واللي قبلها هيلاقوا ان الوادة بقت جزء من القريه الاولمبيه، اسمه outreach program. ده علشان اللعيبه يعرفوا كل التفاصيل، يسال بقى ويبقى اونلاين ويدخل الابلكيشن. دلوقتي بقى في ابلكيشن، تدخل الابلكيشن تقول انا فين النهارده وتمريني امتى بكره وانا غيرت بطولتي وما بقيتش. احنا كنا بنبعت ورق كل 3 شهور بالفاكس للاتحاد الدولي تقول انت فين وكده، لو بقى علشان لو جالك طلبوا البيت، منك تحليل. لو جالك بقى البيت بالورق ابو 3 شهور ده ينفع؟ يعني اكيد غيرت، اكيد بعد 3 شهور انا مش نفس المكان اللي انا كنت قلت عليه، فدي تبقى بنالتي وممكن واحد يخسر ويبقى 6 شهور موقوف ولا سنتين. عادي خلاص عشان انت عارف على انت دلوقتي تقدر تغير من الدقيقه دي، تقدر تقول انا مش رايح التمرين، بس ما تقدرش تغير اللي حصل امبارح عشان برضو نبقى فعلشان نديفلوب الابلكيشن دي خدت 6 سنين. مين اللي اشتغل عليها؟ الاي تي والناس التكنيشنز بتوع الورلد انتي دوبينج ايجنسي، واللعيبه علشان يقولوا رايهم، والناس بتوع الميديكال عشان يشوفوا الحاجات دي لما تتسحب في الوقت الفلاني تنفع ولا لا. قصص. فلازم يبقوا عندهم في الكوميتي كذا خبره من كذا مكان. ضمن بقى اللفه دي كان في مجلس اداره الاهلي، قعدت فيه كتير، اكتر من 10 سنين تقريبا. هم 3 دورات 12 سنه. 12 سنه. دخلتي ازاي وخرجتي ازاي كشخصيه؟ دخلت وانا عندي 26 سنه تحت السن، كنت اصغر واحده موجوده. 2008 تقريبا. انت بقى هتخليني افكر. كنت انا ومحمد غزاوي اللي كسبنا. ودي كان مجلس اداره كابتن حسن حمدي تحت السن الاول. المره اللي بعدها دخلت فوق السن عادي خالص. والمره الاخيره كنت في القائمه طبعا مع كابتن محمود الخطيب. والمجلس الاخير ده انا ما دخلتش انتخابات اصلا. فهم 3 في 4 12 سنه. بس انت كنت لسه بتقولي ان انت كنت جايه بقى حتى وانت تحت السن عندك 26 سنه، بس جايه من باك جراوند شايفه في حاجات كتير قوي. جايه انت عارف لما كنا لعيبه وتروح بطوله افريقيا وبعدين تروح بطوله عالم، فانا لقيت نفسي قاعده بلعب في بطوله العالم وفجاه لقيت نفسي بقى ايه في اعلى بطوله هنا برضو. فلقيت الحاجتين مهمين قوي فجاه. خلي بالك برضو كنت صغيره 26 سنه، فصغيره في الاداره وصغيره، بس هو النادي الاهلي بيدينا الفرصه دي واحنا تحت السن وهندخل وهنتعلم من الناس. بس انا كان عندي حته انا شايفه الحاجات دي انا عايزه احسن منها هنا، فكنت دايما بحاول انقل اي حاجه نقدر نعملها من اللي بتتعمل في اللجنه الاولمبيه الدوليه. كنت دايما الحقيقه بحاول اوصلها للجروب اللي انا بشتغل معاه، واحنا كان دايما المجلس بيشتغل مع بعض، فكنا دايما بنسمع لبعض يعني. في حاجات كتير عجبتني، خاصة لما مرينا بقى مع بعض بقصة تغيير قانون الرياضة وهيشيلوا 8 سنين طبعا عشان يمشونا احنا. سيبك من السياسة كل فترة دي. يعني سبحان الله 8 سنين رجعوا تاني عادي خالص. فجي المجلس بتاعنا قبلها كان في بقى قانون بيتغير وآراء الناس على ال8 سنين، وناس هتخرج وناس هتدخل، وكلام يتقال غلط عن القانون الدولي والشارتر الأولمبية والميثاق الأولمبي والكلام ده. فأنا بقى كنت ببسط قوي في الحتة دي، لأن أصلا الشارتر الأولمبي اتغير من 2005 2008، فأنا كنت جزء من الناس اللي بتوافق على الفقرات. فبقيت بقى حافظة خلاص، بقيت حافظة الميثاق الأولمبي، حافظة قانون الرياضة المصري اللي موجود، حافظة التغييرات اللي هتحصل. فبقى الموضوع لذيذ جدا انك بتحاول تعمل الكومبينيشن دي وانت الوحيد بقى اللي فاهم، يعني انت الوحيد اللي فاهم كل الضلوع. فبالتالي تقدر تنصح زمايلك، تقدر تدي نصيحة صح، الكلمة تبقى مظبوطة قانونا مظبوطة.
دخلت بعدها مجلس النواب، ابتدينا نغير قانون الرياضه. يعني مره قانون الرياضه كان بيتغير وانا براه، وانا عضو مجلس اداره الاهلي. القانون اللي اتغير عشان يشيل ناس كتير، واحنا فعلا كنا من الناس اللي طلعنا ساعتها بقانون ال8 سنين ده. بعد كده لما رحت مجلس النواب برضو تم صياغه القانون المصري للرياضه مره تانية. هل انا كنت راضي عنه 100% ساعتها؟ لا، بس قانون كان زمانه بقاله من سنه حاجه و40 ولا لحد 2000 نقول ايه 17 زي ما هو، اكيد لا. فاحنا اللي اتغير في حاجات كتير قوي اتغيرت بالظبط. في كان العالم في كله. 70% من الحاجات تحسسني ان يعني يلا ابتدينا نبقى على الطريق السليم، على امل ان هو لما يتعمل له تعديل تاني يتحسن. فالتراكمات دي من حتت مختلفة خليتك في الاخر لما تبقى في مجلس النواب تتكلم في شؤون الرياضة، بتتكلم في شؤون الصحة أو الرياضة أو حاجة معينة، تبقى أنت مش درستها بقى، أنت درستها وعشتها وأنت صغير وأنت لسه مش فاهم قوي، وخدت خبرة وعشتها وأنت كبير، وبعدين دخلت عملت فيها تغييرات. فحسيت إن في الآخر مجلس النواب كان يعني زي ما يكون حاجة اللي تجب كل اللي اشتغلته قبل كده. بس بتالي يعني كل الحاجات اللي اشتغلت فيها دي اعتقد انت برضه ليه صح ولا غلط، اكثرهم ضغط الاهلي، لان في الاخر طبعا اللجنه الاولمبيه انت شغال بس محدش قوي بيعرف الناس من الجمهور مثلا مين اللي شغال في اللجنه الاولمبيه. ومحدش ليه قرار، أنت عضو بالظبط وهتفضل عضو لحد لما تخلص الترم بتاعتك، محدش بالظبط. ليه جادجمنت عليك. مجلس الشعب انت برضو الناس عارفاك ده عضو مجلس، بس انت واحد ضمن ناس كتير قوي. بس الاهلي انتوا 8 9 بس أنا ما كانش 10 ينفع أغلط أصلي في مجلس النواب. يعني كمان احنا بالظبط. معينه من الرئيس، احنا كنا اه 28 14 ست و14 راجل معينين مم. من سياده الرئيس، مم. فما كانش ينفع اغلط خالص، يعني كان الدنيا لازم اعمل كل حاجه تحت صح. الميكروسكوب قوي. على فكره احنا اللي بنحطه لنفسنا، والله احنا هو دي مشكله الرياضيين برضو. مم. احنا بنحط في نفسنا الموضوع على اسهل من نفسنا كده. بريشر ان احنا ما ينفعش نغلط، ما ينفعش نخسر، ما ينفع. ما هو ده غلط برضو، يعني مم. لازم بعد ما نكبر شويه، يمكن في سنكم اوكي، السنه بعد كده كام سنه هتلاقوا نفسكم بتقولوا على فكره ما انا ممكن اغلط واتعلم من الغلط بتاعي، ما فيهاش حاجه، مش اخر مم. الدنيا. انا بقى اكتشفت ده بعدين شويه. مم. مجلس الاهلي الضغط بتاعه مختلف، علشان اللي بيحصل في مجلس الاداره والتغييرات وشغلك والجمهور الاساسي كمان، انت مش الكلمة شرط اللي يكون الناس اللي بره بتقولها عارفينه. ده اول حاجه. ثانيا اللي بيوصل للجمهور الحاجات اللي انت عارفها، اللي هي ايه، هتعمل ترند، مم. هتفرقع الدنيا، هتوصل، هتعمل النهارده منشات في الجرايد. لكن مش الامور بالعكس، انت ممكن تكون مقضي، يعني الله يرحمه العمري فاروق كان بيقعد بال12 ساعه جوه مكتب المكتب التنفيذي، ما حدش هيطلع يقول ده كان بيشتغل 12 ساعه النهارده، مش تحصل. لكن يوم ما نعمل جره قلم غلط. غلط هتحصل، مم. هتعرف. هي دي الحاجة المعروفة. بالظبط. فمجلس اداره الاهلي وانا صغيره 26 علمني كتير. الدوره اللي بعدها انا حاسه ان انا اضفت الحمد لله للنادي وللرياضه المصريه كتير. الدورة اللي بعدها كان بقى عندي تركيز كبير جدا في الطب، لأن أنا خلاص كنت عديت بقى ماجستيرك ودكتور. أنت عارف أنت صغير كدكتور طبيب صغنطوط كده مم. تقدر تتحرك وتعمل كذا حاجة لما وصلت للمرحلة دي، في حظي بقى إن هو كان في تالت مجلس إدارة ليا. كنت خلاص في كاريري في الطب، كان لازم يعني عيادات make it or leave ومستشفيات it، يعني بالظبط. يا تعمل يا تركز في عيادتك وتركز في شغلك ومعينينك، وتخصصي صعب شوية. مم. فده الفترة اللي كنت فعلا محتاجة أركز فيها في الكارير بتاعي في الطب. بعد كده احنا بقى يعني تمام، نتكلم بقى شوية عن العيلة، ان احنا جايين من عيلة كلها انتوا عاملين دكتور. ريسيرش جامد قوي عليا لا يعني. احنا لا ده لا من غير اي خالص ريسيرش. عاملين دكتور عمرو ريسيرش علاني ده جامد. اصل احنا يعني لا ده في حاجة بقى لا انت انا انت عند اكتشفتها دكتور بقى. عمرو ده عشان فولي زيك عشان صح؟ فولي. انا في حاجة بقى، انا دي اللي انا بقى عرفتها، اللي هو مصطفى علواني. ايوه ده كان لعيب كرة في الفريق الاول النادي الاهلي في الثلاثينات والاربعينات، وسجل جون في ماتش الاهلي انت عارف والزمالك ال6-1 في بتاعت الاهلي والزمالك بتاعتنا دي؟ اه في في واحدة واحدة زمان خمسة كانت واحد 6-1 بقى. برضه. كان اسمه 5-1. الكسار. 5-1 5-1 كان اسمه الكسار ساعتها، كان اسمه وبعدين بقى الكسار، رئيس اتحاد وجاب كرة جون في القدم. ماتش الاهلي والزمالك، وبعدين بقى رئيس اتحاد كرة القدم في مصر سنة 81 تقريبا. بص بقى انا مش عارفة التواريخ بس او لا يعني يعني ما انتوا عندكم بنغلطش في هنا التواريخ. ناس خلاص جامدة بقى تعرف مش تقول مهم لنا نشيل التواريخ. التاريخ، بس لا بقى رئيس اتحاد الكورة، رئيس اتحاد كرة القدم، ودي مش حاجة اه مش ناس كتير تعرف. اه كلهم آه عارفيننا عشان عارفيننا انا ووالدي، البوي فريند. لان البوي فريند بالظبط. انت كده طلعت اللقب عليه خلاص، هو كان بيطلعه في اوروبا. انا والدي عشان كان بقى دلوقتي والسوشيال ميديا وكل حاجه، لكن اللي يعرف بقى زمان
بيبقوا احنا الحمد لله النادي الاهلي كله عائلات، فهي العائلات عارفه بعضها. زمان كان في حاجه نفسي ترجع تاني، كان عندنا دوري العائلات، كان عندهم بقى، انا ما كنتش فيه. دوري العائلات، كل عيله بتلعب كل الرياضات في النادي ويعملوا دوري بيطلع منها ابطال، فالعائلات دي عارفه بعضها. حلوه دي. بالظبط. فالعائلات تلاقي العلواني قال كذا قال كذا قال كذا، فالعائلات دي عارفين بقى كل واحد ابا عن جد كان بيلعب ايه. والغريبه زمان كانوا بيلعبوا كذا لعبه، ما كانوش بيلعبوا حاجه تلاقي واحده واحد بس بيلعب كوره وباسكت وفولي وسباحه وكل حاجه. صح. عايز بقى تعرف ايه ده بقى، لا عايزين كلمينا بقى عن الاسره وكده. هو ده فرق معاك ازاي في التشكيل الشخصيه؟ هل كان اللي انت بقى بتحكيه كله طول الحلقه ده كان لوحدك ولا لا دايما خالص. في لا هو من غيرهم ما كنتش هبقى قاعده معاكم النهارده، ولا كنتوا هتعرفوا اسمي لحد النهارده من غير العيله. خلينا بس نحط النقط على الحروف. احنا كنا في عيله، انا يعني انا واولاد عمامي وكلنا العبوا اللي انتوا عايزينه، اي تشويس لعبه، لكن هو جوه النادي الاهلي مفيش هزار بقى. يعني كان في حته عصبيه شويه في الاول. جدي كان يعني الله يرحمه، لما ما ينفعش نعدي من قدامه كده وهو بيتفرج على الماتش في اوضته، يعني ما ينفعش نعدي من قدامه بالظبط. فده كان الجيل اللي هو الاهلي قوي بقى، والدنيا يعني ايه، حياه وموت. احنا اتعلمنا اختار. اولا كانت العيله كلها هتختار رياضه تلعبها، فكنا كلنا بنجرب. انا لعبت تنس الاول وغزاوي، هتلاقيه بيقول لك لو جه غزاوي قعد معاكو هيقول لك انا اللي خليت رانيا شاطره في السباحه. تقول له ليه؟ يقول عشان انا كسبتها في اول ماتش ليها في التنس، فهي سابته وراحت السباحه. فاتضايقت من التنس. كان عندنا 8 سنين، كان اول ماتش ليا وغزاوي نزل كسبني. 8 سنين بقى، اطفال صغيرين بنلعب ميكس واحنا صغيرين. فاحنا كان لينا تشويس ان احنا نلعب اي رياضه احنا عايزينها، بس طبعا في النادي لا. اللي ما جربش يلعب رياضه ويتفوق في دراسته، وما جربش يلعب رياضه بمستوى عالي، مش هيفهم احتياجات ولاده لو هم كده مهما كان، او هيعمل معاهم الحاجه العكسيه اللي بتتعمل دلوقتي في المجتمع، اللي يبقى ضغط شديد وضغط عصيب، والولاد يلعبوا لحد ما يتموا سن معين وبعدين يسيبوا الرياضه خالص من كتر ما هم اتخانقوا. بالظبط. ف انا الحمد لله كانت العيله كلها، انا عمامي والدي كلهم بيلعبوا كره طايره، واللي بيلعب كوره كلهم دخلوا كليه طب وكليه هندسه. بعد كده احنا كل العمام لعبوا تنس، يعني عندنا محمد ومي ومروه علاء علواني لعبوا تنس، ومحمد على مستوى، كلهم على مستوى دولي، ابطال افريقيا. يعني في دورات افريقيه كنا احنا كلنا موجودين، 3 علواني موجودين. في اولمبياد كنت انا واخويا موجودين 2000 سنه 2000 من ال6 سباحين فيهم 2 علواني. فالعيله رياضيه والعيله اهلاويه، بس العيله مبدأها ايه؟ ان الرياضه زيها زي الدراسه، كله درس، وكله ابن عمي راح سكولرشيب برضه في امريكا في التنس. كلها رياضات صعبه، مش سهل. ايه اللي ساعد بقى؟ ان هم يقدروا يسندوك وانت مش عارف، يعني انا مش عارفه البطوله دي هبقى فيها كويس ولا لا، انا مش عارفه لما فوت الامتحان، ما كنت لسه في مصر، لما فوت امتحان هيعيدوهولي ولا هعيد السنه. ما هو في حاجات كتيره قوي في مصر قبل ما تسافر انت محتاج اللي يديك السبورت، اللي هو ما تخافش، هنروح البطوله وهنذاكر وهنمتحن وهنعمل كل حاجه، ما تخافش انا وراك، ما تخافش انا معاك. انا بقى عندي ميزه اخرى، ان بابايا هو اللي كان لعيب، وكمان كان في كليه طب او كان دكتور، فانا سهل قوي قوي اتكلم معاه في اي اتجاه. سهل يحس بالستريس بتاعك حتى لو انت ما قلتوش. وبعدين شايفه انه طب ده هو نجح، طب ما هو بوسيبل، طبيعي. انت لما بتشوف حد قدامك عمل حاجه، وبالتالي انت بتقول طب ما انا اقدر اعملها اهو، يا سلام، ده كمان نفس الجينات ونفس البيت ونفس كل حاجه وقدر يعمل، يبقى انا كمان اقدر. فبيديك اكزامبل، وبعدين بيديك بقى ايه، الوحيد اللي هيحبك تبقى احسن منه واحسن منه واحسن منه. اهلك وابوك. فتحس انك بتاخد المعلومه او بتاخد السند وانت واثق 100% ان مفيش حد، ان مفيش 1% ضرر هيجيلك من ناحيتي. فمن غير برضو في حاجه كبيره عملتها عيلتي. انا في كليه الطب في القصر العيني اللي الناس بتقاتل عشان تدخل فيها، وهروح اعمل وقف قيد عشان الهانم تروح تعوم 5 سنين وترجع. مش اي عيله في مصر تقبل ان توقف كليه طب وتروح تعوم وترجع، يعني كبيره شويه على عائلات كبيره قوي، على عائلات كتير يعني.
في تخصصات اخرى تبقى سهله، يعني تقدر تدرس هندسه في أي حته العالم، تقدر تدرس بيزنس في أي حته، لكن الطب علشان تتخرج من مصر لازم عدد السنين معينه تدرسها جوه مصر. فانا لما رجعت بعد الخمس سنين، بعد الاربع سنين ونص دول، انا اضطريت ارجع عن دفعتي سنتين 3، علشان لازم في سنين معينه لازم تعملها جوه مصر، اللي هي العمليه من رابعه 5 6 ثم الامتياز والتكليف بتاعك. لا يعني الصراحة يعني أزود بقى اللي بتقوليه، تحية كبيرة للدكتور عمرو علواني ليهم يعني. صراحه، تحية مامي للدكتور عمرو يعني علواني كده دكتور كده. عمرو ومامتي كمان، مع انها عايز اقول لك يعني هو العقل مدبر، وهو اللي بيشيل البريشر وهو اللي بيشيل، لكن هي بقى العسكري بقى كل يوم نفذ نفذ يا عسكري. هي اللي تصحي الصبح 5 الصبح، وهي اللي تروح التمارين، وهي اللي تروح الدروس معاك. وعايز اقول لك ان احنا كان في مرحله في اخر سنه في المدرسه عندي، كنت انا بسافر بطولات كاس العالم، وعندي درس في البيت، زمايلي في المدرسه بيجوا ياخدوه في بيتي. والدتي ما كانتش توقف الدرس شغال. رانيا تروح البطوله وترجع، وتقعد هي في الدرس تسمع عشان تشرح لي لما ارجع. قول لي انا اعمل كده دلوقتي مع بنتي؟ مستحيل. ما اعتقد انا في درس فيزيكس ليه يعني. فلا، في تضحيات كتيره قوي اتعملت، وانا ما كنتش عارفه قد ايه لما بقيت ام، ولما باولادي في ثانويه عامه وداخلين جامعه، الحته المرحله دي صعبه. فبديت اشوف بقى ايه اللي كانت بتعمله، ايه ده يعني انا هضطر اقعد في درس فيزيكس واشرحه لبنتي؟ لا يا عم انا ماليش دعوه، انا ما تروحش البطوله. ده هو بقى، بس هي كانت بتعمل يعني دلوقتي بقى في حل ان انا ممكن احضر الدرس ده اونلاين مثلا. بالظبط. هي عملت الاونلاين بقى يعني اتصرفت. كان عندها من الاحترام للاخرين انها ما تلغيش الدرس لبقيه الطلبه، لا وتقعد تحضره وتسمعه يعني. يعني اصلا انا لو طلبت، انا مش عارف، لو طلبت من مامتي تحضر درس فيزيكس هي ممكن اصلا ما تفهمنيش، يعني مش هتفهمه. انا ما صدقت خلصت الفيزيكس اللي في بالظبط، حياتي، اقعدها تاني ليه؟ مش هتبقى حابه حاجه زي كده خالص. صح. ده لا، بس دي الحاجات اللي ما بتبانش كده كده. بس بتكلم على دكتور عمرو، الطفره اللي حصلت في الفولي ده، ما انا حبيت اوريك الحاجات اللي باينه، وحاجات اللي كمان بالظبط. الصغيره الكتير اللي ممكن ما تبانش للناس. صح. اخر حاجه بقى خلاص عشان نخلص. طب استنى بس عشان برضو ندي ماشي. والدتي برضو جينا بتشتغل في شركه، وهي مهندسه بتشتغل في شركه كبيره، وبقى لها 25 سنه بتشتغل في الشركه، يعني المفروض شويه كده وتريح. انا هسافر بقى اتمرن واعوم وادرس. سابت شغلها وسافرت معايا ال5 سنين، عشان حياتك واكلك وشربك وعيشتك وتمرينك فبرضو انا النهارده لو حد من ولادي قال لي هتسيبي شغلك وتمشي، طبعا التفكيره فيها هتاخد مراحل من المجهود يعني. هو ما كانش فيه اي تردد عشان دكتور عمرو يوافق اصلا، فهو لازم ما هو ده جزء من شفت انت عرفت الشخصيات. عندنا فرمانات بتحصل وكلنا بنجري بعد كده نعمل اللي مطلوب. لا خير. اخر حاجه بقى خالص، عايزك تقولي 5 رياضيين، او يعني ده 4 أو 5، يعني يستحسن 5 المفضلين بالنسبه لك على مر التاريخ، كبرتي عليهم، او ممكن في مصر، ممكن بره، ممكن تي حد ايدل على مستوى التاريخ. 5 رياضيين يعني اللي انت، لا اللي انت شفتي، انت شايف ان هم ملهمين بالنسبه لك، او حد انت بتشوفيه دلوقتي، حد انت طلعتي عليه وانت صغيره كان هو؟ طيب اقول لك حاجه، دي في اول واحده الفيفوريت قوي، مش شرط يبقوا فيفوريت بس اثروا في حياتي. طب ماشي حلو دي. اللي اثروا في حياتي اول واحده كانت شروت وفاء حافظ. ولما تعمل كده سيرش عليها هتعرف، كانت اسرع سباحه في مصر. انا كنت لسه سباحه بتعلم وانا صغيره، وانا عندي 12 سنه. كانت شروت خلصت بقى لها 10 سنين او 5 سنين. كانت صاحبه ارقام قياسيه في ال50 وال100 وال200 حره و400، وهقول لك لحد دلوقتي بتعوم شاطره يعني لحد الماسترز. كان رقم 100 باسمها. كان دقيقة فلات بنسميه، دقيقة 0-0، يعني محدش نزل عن الدقيقة في ال100 حر. جيت أنا نزلت سبق في بطولة الجمهورية، عملت 59 ثانية 88%، يعني كسرته ب12% من الثانية. جابت هدية وبوكيه ورد، وأول واحدة حضنتني وسلمت عليا وقالت لي برافو. ولحد النهاردة لو أي حاجة عملتها تقول لي مبروك. ده مش موجود دلوقتي. في سلام نفسي جامد قوي. سلام نفسي لدرجه انا لما بعمله مع حد الناس ما بتصدقش ان ده حقيقي، فاكر ان ده فيك مثلا. احنا كنا عايشين في دنيا تانية خالص، ما عندناش سوشيال ميديا يعني، ولا حد صورنا مع بعض في اللقطه دي، ولا حد يعرف هي حاجه. بتعملها اخلاصا، هي فخوره بيك ومبسوطه منك انك كسرت رقمها. والنهارده هي بتنزل دلوقتي ما شاء الله كل ارقام الماسترز باسمها، وانا ما بتمرنش وعايز انزل اتمرن، فبرضه بدور على ارقامها. فعلاقه لذيذه جدا، يبقى عندك رول موديل انك عايز تبقى زيه. ولما تبقى زيه هو اللي يقول لك مبروك.
دي مش موجودة كتير. فدي دي اللي خلتني بعد كده عايزة وعايزة 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 أتطور. مين من الأجانب أو من اللي بره مصر؟ كان في واحدة كنت على طول عايزة أكسبها، لأن أول ما رحت بطولة فرنسا دي في كأس العالم وكسبت السبق واحد منها، سوري كسبت أول سبق هي مش موجودة، فكان كل الناس يقول لك ما هي جت كسبت السبق هنا عشان الفلانية مش موجودة. اسمها فرانشيسكا فان أمسك، دي كانت بطلة ألمانيا برضو، أولمبيان وأولمبياد ميداليات أولمبياد، بس أياميها كان كأس العالم يعني إيه تقطيع بيننا وبين بعض البوينتس طول السنة زي ما دلوقتي الرانكينج. فلما عمت في باريس خدت 2 ذهب و1 فضة وهي ما كانتش موجودة. فالبطولة اللي بعدها كانت في جيلسنكيرشن في ألمانيا، هي موجودة بقى. وهي موجودة بقى وهي مش واخدة اخوانا خالص، لأنه أصلا فرنسا كانوا حاطيني مع الولاد فاكر يعني كانوش مستوعبين إنك بجد ده رقمك أو إحنا باعتين رقم. فنزلت، فقبل ما نتمرن قبل ما ننزل هناك كان جرايد طبعا لسه، كل الجرايد طول الوقت هي معروفة جدا، صورتي وصورتها الاقيها في الشارع كله، وانا بقى اللي اتخضيت بقى لو انتوا بتعملوا لي ارهاب يعني قبل ما اقوم مع البنت. ونزلت وكسبتها. برضو توقعت انها تبقى عدائية او ان يبقى مثلا ترمي البونيه ولا تعمل مع حضن وبوس وخارجين مع بعض وهنتعشى مفيش اي مشاكل خالص. فانت عمال يتأكد لك ان ايه ده، كل ما انت بطل كل ما انت متواضع، كل ما انت بطل معلش هارد لك انا خسرت المره دي والدان انت النهارده. القيم دي بحاول اقولها للسباحين اللي انا بتعامل معاهم، مش كل اللعيبه دلوقتي بيفتكروها خيال علمي. فدول 2 كانوا فارقين معايا جدا. كنت عايزه 4 لو خلاص في لو ايمي يعني فان دايكن. كنا كانت انا ما كنتش اعرفها وهي صغيره، بس عايزه اقول لك قصتها للناس. ايمي فان دايكن كان عندها 11 سنه وراحت لدكتور الشست عشان كان عندها ازمه، قال لها انزلي عومي 2 مرات في الاسبوع. كان عندها 11 سنه وهي عندها 15 سنه كسبت 4 ميداليات في الاولمبيك جيمز. فدي قصه بقولها دايما للسباحين، انه ما يفرقش انت النهارده لو انت عندك 12 13 سنه ولسه الناس دي بتكسبك، انت بعد 4 سنين لو انت كل يوم بتحسن نفسك وكل يوم تشتغل على نفسك، العمر مش مهم خالص. زمان كنا بنبطل بدري، دلوقتي عندك سباحين لحد 40 41 سنه، او عندك اي رياضي بيلعب لمستوى عالي زي الكبار اللي عندكم في الكوره والحاجات دي بيلعبوا طول ما هو فت وبياخد باله من نفسه. فدول ال3 اللي انا فاكراهم. حلو قوي كده، لو مفيش حد تاني جاي خلاص. ما عنديش بقى يعني طبعا كل لعيبه النادي الاهلي زمان ودلوقتي. مين كابتن صالح سليم عشان حاجات تانية برضه، بس هتلاقي برضه كلها حاجات ليها علاقه بتواضعك واخلاقك وحبك للناس برضه. وحب الناس ليك الكلام ده اهم بكتير. يعني هضحكك حاجه اخيره خالص، ساعات لما بتعمل ميكس في الحياه بتشوف انت قيمتك عند الناس ايه. انا ممكن مثلا بنروح حملات مع وزاره الصحه، بنروح الارياف نكشف على سيدات عمرهم ما شافوا دكاتره قبل كده، ما يعرفوش حد غير ان القافله دي قافله دكاتره. توصل وتقعد وتشتغل طول اليوم ويكتشفوا انت مين ويجوا يحبوك ويحضنوك ويبوسوك ويسلموا عليك. ففي الاخر انت بتقول قيمتي عند الناس انا عملتهم ازاي وهم عملوني ازاي. دي ولا تعرف انا كسبت ميداليه ولا تعرف انا عملت ايه في حياتي، هي تعرف ان انا النهارده جيت كشفت عليها في اخر الدنيا في حته انا هي ما كانتش تقدر توصل لها. وعملت اللي عليا ومشيت، فبتحضنك وبتبوسك وتقول لك كتر خيرك وتقعد تدعي لك الدعوات الحلوه. ففي الاخر دي قيمتنا عند الناس. احنا كده خلصنا يعني. شكرا قوي قوي يعني قاعده كانت لذيذه يعني كنا ممكن نكمل كده انفورماتيف قوي وفيها حاجات كتير ان شاء الله نقعد قعدات تانية فيها حاجه تانية عايز ليها. احنا زي الفل متشرفين بيكي، استضفتوني وهتفرج بقى عملتوا ايه مع الناس التانية عشان استفيد برضو، اكيد طلعتوا منهم معلومات يعني حلوه هنحاول صح. شكرا، ميرسي جدا جدا.